أيا ترى هل سينزل عناصر العمال الكردستاني من الجبال؟ العملية التي انطلقت في 28 شباط عام 25 بدعوة عبد الله أوجلان إلى حل حزب العمال الكردستاني PKK وفسخه مستمرة. بحسب توصيف الدولة التركية فإن الهدف من هذه العملية هو تحقيق تركيا خالية من الإرهاب، بينما يصفها العمال الكردستاني PKK بالاندماج الديمقراطي وديمقراطية تركيا. ولهذا فعلى الرغم من توظيف الطرفين معا في العملية، لكنهما يعبران عن رؤى متباينة ومتناقضة وغير مترابطة. منذ البداية أدرك ثاقب البصيرة والوعي من الكرد أن هذه العملية ليست حلا للقضية الكردية، لأن أوجلان نفسه لم يطالب بأي شيء للكرد قط، وكما قال المثل: لا لبن لرضيع لم يبكي. فلا شيء يلوح في الأفق للكرد، لكن برزت دلالة عن حسن نية مفادها بما أن القضية الكردية لم تحل، فعلى الأقل لينزل من في الجبال وليفرج عمن في السجون والزنازين، وليتوقف شبح الموت عن مطاردة أرواح شباب الكرد في الأنفاق والجبهات، وليعودوا إلى أحضان عائلاتهم. بيد أن الوقائع أثبتت أن هذه العملية لا تلبي حتى مثل هذه الآمال والرجوات. مسودة التقرير التي أعدتها لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية المنوط بها ظاهريا إدارة عملية الحل هذه قد سربت لوسائل الإعلام تفاصيل دقيقة تتعلق بمسألة النزول من الجبال. كما فسر رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش الإطار القانوني لهذا التوجه، والذي تتلخص معالمه في الآتي: غياب العفو العام، هذا يعني صراحة عدم الإفراج عن المعتقلين في السجون. تسن قانون مؤقت، تسن قانون يسري مفعوله لمدة 6 أشهر إلى سنة ليصبح بعدها لاغيا. يشترط في الراغبين بالعودة إلى تركيا ألا يكونوا متورطين بأي جريمة، أي في أي أنشطة قتالية أو عملياتية. الرقابة المشددة، سيخضع العائدون إلى تركيا لرقابة مشددة وتدقيق أمني تتراوح مدته بين 3 إلى 5 سنوات. لن تسنن قوانين تشمل قادة ومسؤولي PKK أو من حملوا السلاح واستخدموه. تجاهل المنشقين، ملف ما يقارب 40,000 شخص ممن انشقوا عن PKK في فترات متباينة لم يطرح مطلقا على طاولة النقاش. عندما يمعن المرء النظر في القانون برمته يتضح الوضع كالتالي: يمكن لمجموعة صغيرة من الشباب ممن لم يستخدموا سلاح قط والملتحقين بPKK في السنوات الأخيرة العودة إلى ديارهم. هذا الوضع يجسد تماما المثل الشهير: تمخض الجبل فولد فأرا. فوسط كل هذا الضجيج الصاخب والمساومات والمحادثات والهدايا المتبادلة ومصطلحات القيادة المؤسسة والسيد باختشلي والاندماج والحل الإيجابي المتداولة بين دولة باختشلي وأوجلان، تبين أن الشيء الوحيد الذي يراه كل من PKK والدولة ملائما ومناسبا لشباب الكرد ألا وهو قانون الندم. بل حتى نبنوت قانون الندم المنصوص عليه في قانون العقوبات التركي والنافذ لغاية الآن لهو الأفضل والأكثر فاعلية من مسودة القانون هذه. لهذا نتساءل: ما الذي حققه الكرد في العملية الجارية لعام ونصف؟ فلم يعد أحد يتحدث عن الكرد. حقوق الكرد في الإدارة والحكم الذاتي، حقهم في السيادة، حقهم في التعليم بلغتهم الأم، وحقهم في التعريف والتثبيت الدستوري. نعم، كل هذه الأمور بات طي النسيان، وللأسف بل لم تعد باستطاعة العائلات رؤية أطفالها الآن. حينما انطلقت هذه العملية ظنت بعض الأطراف والأوساط عن حسن نية أن باكور كردستان أي كردستان تركيا سيتنفس الصعداء وينعم بالراحة في ظلها، لكن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن، والعكس تماما هو ما حدث. الدولة والحزب نكلتا ومالتا عن موقفيهما. فبينما كان الحل مرجوا في باكور كردستان تم تدمير وهدم رجاف كردستان. الدولة التركية لا ترغب في نزول PKK من الجبال وإلقائه سلاحه، فالدولة التركية بأمس الحاجة إلى PKK استراتيجيا. لذا فعملية الحل ليست حلا للقضية الكردية، ولا هي بالمسار الذي سيفضي إلى نزول مقاتلي PKK من الجبال، بل كان الهدف تدمير رجاف كردستان والقضاء عليه، وقد نالت تركيا مبتغاها وحققت هذا النصر. وانحرف مسار عملية الحل لتتحول إلى آلية توظف PKK بشكل أكثر فعالية ونشاطا في خدمة مصالح الدولة التركية وأجنداتها.